عمرك زنيت؟ لا. عمرك سرقت؟ لا. عمرك قتلت؟ لا. عمرك شهدت زور؟ حاشا لله. عمرك عملت كبيرة من الكبائر؟ انا عمري والله. تبارك ان انا احكي لك موقف النهارده شفت فيه رسالة من ربنا سبحانه وتعالى ليا. انا دايما احب اشوف رسائل من ربنا سبحانه وتعالى ليا في اي حاجة. فشفت رسالة من ربنا سبحانه وتعالى ليا النهارده في محل كنت بشتري حاجات يعني للبيت وكده، اللي هي محل ادوات منزلية يعني. فكان في معايا واحدة ست بتشتري رفايع قدامي كده، بتشتري رفايع. فالست فضل الراجل ايه، بلاستيكات على معالق على كوبايات على اطباق على حاجات فرط كده، اللي هي الحاجات الصغيرة، المشابك، على اللي هي الحاجات العروسة، هي بتجهز بنتها يعني. فبتجيب شوية رفايع كده اللي هي الحاجات الصغيرة دي. فضلت بقى تلم تلم تلم، الراجل يعدلها، الكاشير يعد 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 يعد، يجي 50، يجي 60 70 حاجة مكتوبة في الفاتورة. تمام. في الآخر كام يا عم الحساب؟ قال لها الحساب ايه؟ ما يقارب ال7000 جنيه كده. فالست ايه، دفعت ال7000. فأنا اتصدمت بقى، قلت بقى شوية الرفايع الصغيرة دي، شوية المجات على شوية كلام فارغ كده، ب7000؟ بس ايه، العدد كتير قوي. تمام. فقلت، فتخيلت بقى ان احنا يوم القيامة هنيجي عند ربنا سبحانه وتعالى وهيذلنا سيئاتنا. طب انا يا رب ما قتلتش، ما سرقتش، ما زنتش، ما عملتش كبيرة من الكبائر، بس عملنا يا جماعة الذنوب الصغيرة اللي احنا فاكرين ان هي صغيرة. تخيلوا، بتتجمع معانا بتعمل ذنب كبير. يعني زي ايه كده؟ زي احنا بنصحى من النوم الصبح ممكن تضيع عليك صلاة الفجر، ادي اول ذنب. نصحى شوية، اه، نيجي نعمل حاجات، مثلا هطلع البلكونة اجيب حاجة، او ابص كده اقول لا مفيش حد شايفني، ام طالعة بشعري مثلا البلكونة جايبة حاجة وداخلة بسرعة، ادي ذنب تاني. ممكن حد يشوفك. ذنب تالت، ممكن حد يتصل عليا فاضطر ان انا اقول كلمة على حد كده ولا كده، اظن في ظن وحش، او اقول ده كانت هتعمل، شوفي ده عملت كذا، شوفي خلت كذا، ادي ذنب تالت. كل ده وانا ايه، قاعده في بيتي ما عملتش حاجه، ما عملتش كبيره. تمام. اجي مثلا ادخل المطبخ اشتغل، الظهر يأذن فاستأخر شويه عن صلاه الظهر على اساس ان انا بعمل حاجه في المطبخ، ادي ذنب كمان. اجي مثلا ان انا يعني اظن في حد ظن وحش ان هو كان هيجيلي وما يجيش، او اقول لا ده مش عايز يجي، ده قاصد، مش عارف ايه. حاجات صغيره من هذا، من الذنوب الصغيره اللي احنا بنعملها طول النهار دي. ايه، نقعد على التليفون نضيع وقت، ادي ذنوب برضو. ما هي اللهو ده اللي احنا بنعمله ده ذنوب. انا بقول لكم، بقول لنفسي، بنصحكم، بنصح نفسي. إيه، هنقعد قدام التلفزيون، هنسمع اغنيه، هنعمل اي حاجه، ده كله يا جماعه ذنب. حتى الاكل اللي احنا بناكله زياده عن حاجتنا ده ذنب. هنرمي اكل من التلاجة، والله العظيم برضو ذنب. انا بقول لكم، بقول لنفسي. شويه رز فاضلين كتير شويه بس بايتين، بقالهم كام يوم محدش راضي ياكلهم، ده ذنب. تمام. اي هنصرف النهارده في المصاريف، نصرف. الاسراف ده يعني مش حاجه مستحبه برضو، فهمني. النهارده بحب عايزه اطلع حاجه لله، بس الشيطان يضحك عليا ويقول لي ايه، يا شيخه كبري دماغك، انت الفلوس دي النهارده انت عايزاها بتصدقي بكره، ادي ذنب. ذنوب بقى من دي طول النهار كده، ذنوب من دي طول النهار كده. ان انت بت مثلا قدامك عمل خير هتعمليه وتتكاسلي عنه، واحد عيان ابقى اروح بكره، هتتكاسلي عنه خالص، فاهماني؟ الحاجات البسيطه اللي احنا بنعتبرها ان هي مش ذنوب دي، احنا طول النهار بنعملها. دي يا جماعه والله ذنوب كبيره، هتتلم علينا زي الست اللي اشترت الرفايع دي، وهنروح يوم من الايام نلاقيها جبال من السيئات. ممكن احنا تكون ذنوبنا دي اكتر من حسناتنا اللي احنا عملناها. طبعا انا مش بقول لك احنا هندخل الجنه بعملنا، احنا مش هندخل بعملنا، احنا ندخل برحمه ربنا، هندخل الجنه برحمه ربنا وفضله. بس احنا طالما يعني، انا بقول لك مثال ان احنا الاعمال الصغيره اللي احنا بنعملها دي ممكن في يوم من الايام نروح عند ربنا، تلاقي في كتابنا او صحيفتنا نلاقي سيئات كتيره جدا احنا ما عملناهاش، او استغفر الله العظيم مش ما عملناهاش، احنا نبقى مستغربين هي جت منين، واحنا ايه فاكرين ان احنا ما بنعملش ايه كبائر. ماشي. الحاجات الصغيره جدا دي، الحاجات الصغيره جدا دي ممكن تتراكم كتير كتير كتير، تبقى ايه، صغار الذنوب دي، ممكن محقرات الذنوب اللي سيدنا النبي قال عليها، ممكن ان احنا نفكر انها ايه، انها حاجة بسيطة.
واحنا بنعملها عادي، ولساننا طول النهار عمال يتكلم ويقول حاجات، واحنا متخيلين انها حاجات بسيطة، وفي الاخر إيه ان احنا نندم اشد الندم يوم ولا ينفع الندم. فانا بوصيكم، بوصي نفسي، انا بقول لكم، بقول لنفسي، عشان ان احنا نخلي بالنا يا جماعة من الذنوب الصغيرة اللي احنا بنعملها. ربنا سبحانه وتعالى غفور رحيم، وربنا يا رب يرحمنا برحمته الواسعة، وندخل الجنة برحمته وفضله وليس بعدله يا رب. يعني إن شاء الله نكون من أهل اليمين جميعا، إن شاء الله نستلم كتابنا باليمين، ونكون من المستبشرين إن شاء الله. ويعني إن شاء الله بإذن الله تكون خاتمتنا خاتمة حسنة جميعا يا رب العالمين، وربنا يحسن ختامي وختامكم يا رب العالمين جميعا يا رب العالمين.